بيبدأ الفيلم من آلاف السنين، وكان في ملكة شريرة بتنتقم من أي حد بيتحدى ملكها، فاستخدمت السحر الأسود عشان تعمل لهم لعنة على أجسادهم، وده اللي بيخليهم يموتوا بشكل مأساوي جدا قبل ما يوصلوا لسن ال40. لكن الأسوأ من كده إن اللعنة دي بتنتقل عبر الأجيال وبتصيب نسل كل الأشخاص الملعونين، وبيبقى الحل الوحيد لإبطال مفعول اللعنة دي هم عنصرين اتنين، وهم كرة التنين والعظم السماوي. والأسطورة بتقول إن الطريقة الوحيدة عشان يشيلوا اللعنة دي إنهم يجمعوا بين العنصرين. وبنروح للوقت الحالي، وده باي واللي بيكون واحد من المصابين باللعنة، واللي نجح بالفعل إنه يلاقي العظم السماوي بعد بحث كتير جدا ومغامرات كتيرة كلها مخاطر. وزميله البروفيسور سان، واللي بيقدر يفك أغلب الشفرات اللي مكتوبة على العظم السماوي، وبيقدروا يعرفوا مكان كرة التنين، وبيعرفوا انها على جبل اسمه جبل التنين. لكن المشكله انهم ما كانوش يعرفوا الخطر اللي مستنيهم هناك. وبنروح لواحده اسمها شيرلي، واللي بتنقل لهم اخبار ممتازه جدا، وهي انها عرفت من احدى العائلات القديمه مكان الجبل السري جبل التنين. وبي بيجمع فريق من مجموعه اصدقاء، كي ولوك وواحده اسمها لينج، وبنعرف انهم كلهم ملعونين بنفس اللعنه، وبيسافروا كلهم وبيوصلوا البيت في الريف واللي بيكون تحت جبل التنين. وبترحب بيهم صاحبه البيت، وبنعرف انهم هيقضوا الليله هناك عشان يبداوا التحرك تاني يوم لجبل التنين. وبي بيبقى عايز يستطلع المكان ويشوف مدخل الجبل، لكن صاحبة البيت بتقول له ان مفيش غير ممر خطير جدا عبر النهر، وان بنتها تاخدهم بكره هناك. وبيقضوا الليله كلها هناك، وبيشوفوا حشره غريبه جدا بتنور، وهما بيبقوا فرحانين جدا من شكلها الجميل. وبيحاول كي يمسك واحده من الحشرات لكنها بتلسعه، وكونجي بتقول له ان دي مش فراشه عاديه، وانها اول ما تلمس جسم غريب بتطلع نار وبتعمل انفجار بسيط عشان تدافع عن نفسها. وبتاخد كونج علبة وبتحبس فيها واحدة من ملكات الحشرات، وبتقول لهم ان ريحة الملكة اللي حبستها هتجذب بقى الحشرات عليها وهيمشوا وراها. واول ما تفتح العلبة فعلا الحشرات كلهم بيمشوا ورا الملكة. وتاني يوم بيبدأوا كلهم في التحرك، وبيوصلوا للبحيرة اللي فيها مدخل جبل التنين، وبتودعهم كونج وبتحذرهم ياخدوا بالهم لان المكان كله وحوش غريبة. وبتوصل المجموعة للكهف، وبنعرف ان كي اخد معاه ملكة الحشرات في علبة من غير ما حد يعرف. وفي نفس الوقت بيشوف لوك سمكه شكلها غريب جدا جوه النهر، ولما بيحاول يلمسها بتهاجمه بسرعه كبيره وبتعوره في ايده وبينزل من ايده دم. وبعدها باقي السمك بيشم ريحه الدم، وبيبدا كل السمك ينط على المركب وبيحاول يهجم على باقي الفريق، وهم بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، لكن عدد السمك بيكون كبير جدا. وكي كان بيحاول يبعد السمك عنه لكنه بيقع في النهر، والسمك بيلاحظ انه وقع في الميه، وكلهم بيروحوا عليه عشان ياكلوه. وهو بيحاول يهرب لحد ما بينجح فعلا انه يطلع على المركب في اخر لحظه بمساعده زمايله. وهم بيعدوا من الكهف بيلاقوا منطقه مليانه كميه كبيره من الجثث المحنطه في السقف، وبتبدا الجثث كلها تقع في النهر اول ما يعدوا تحتها. وبيطلع من الجثث مخلوقات صغيره لكنها بتبقى متوحشه جدا، وبتهجم على الفريق وهم بيحاولوا يبعدوهم عنهم. والبروفيسور سان بيديهم قاذفات اللهب عشان يولعوا في الحشرات ويخلصوا عليهم، وبينجحوا يولعوا على كميه كبيره منهم، لكن بتظهر مجموعه تانية والاسلحه بتخلص منهم. وبي بيرمي قنبله عليهم، وشيدلي بترمي عليهم سهم مشتعل وبيعمل انفجار كبير وبيخلص عليهم كلهم. لكن للاسف بسبب الانفجار بينكسر المركب بتاعهم وبيتفرقوا عن بعض، وصام بيقع في الميه، وباقي المجموعه بيخرجوا من الكهف وبيقعوا في شلال، وثلاثه منهم بيطلعوا من الميه ويوصلوا للبر، وبيمشوا في طريق وهم مش عارفين رايحين على فين ولا ايه اللي مستنيهم. وفي نفس الوقت صان واللي معاه بينجحوا كلهم يخرجوا من الكهف، وبيلاقوا عدد كبير من الاواني اللي فيها جثث محنطه. وصام بيحاول يتواصل مع باقي الفريق عن طريق اللاسلكي، لكن الاجهزه كلها بتكون عطلت بسبب الميه. وبي وهو ماشي بيكتشف اثار اقدام كبيره جدا، وفجاه بيسمعوا صوت مرعب جاي من وراهم، ولما بيبصوا بيلاقوا سحليه ضخمه جدا جايه عليهم وبتجري وراهم. وشيرلي بتحاول تلحق نفسها والسحليه بتجري وراها، فبتدخل جذع شجره وبتزنق السحليه وبتضرب عليها بالاسهم. لكن ده كله مش بيأثر في السحليه لان جسمها قوي جدا. وبيطلع بيه على ظهر السحليه وبيحاول يطعنها عشان يخلص عليها، وبيقول لشيرلي تجري بسرعه وتدور على البروفيسور. وشيرلي بتستغل الفرصه وبتهرب فعلا، والسحليه بترمي بيه على الارض وبتحاول تاكله. وفي نفس الوقت بتكون في سحليه تانية بتهاجم صان وفريقه وبتجري وراهم عشان تاكلهم. وكي كان لسه هيتاكل، لكن شيرلي بتلحقه في اخر لحظه وبتضرب السحليه في عينيها، وبتحاول تخلص عليها وبتضربها تاني عشان تبعدها عن صان وكي عشان تنقذهم. وده اللي بيخلي السحليه تتضايق اكتر وتجري ورا شيرلي. وبيه هو كمان بيحاول يهرب، وبكل ذكاء هما الاتنين بيخلوا السحليتين يدخلوا في بعض بكل قوتهم. وبكده بيتجمع الفريق تاني كله مع بعض، والبروفيسور بيقول لهم ان السحالي نظرها ضعيف لكن عندها حاسه سمع قويه جدا، وبيحاولوا كلهم يجروا لان السحالي بدات تفوق تاني. وبيوصلوا لحافه منحدر في الغابه، وبيقول لهم صن ان لازم ينطوا في الميه عشان ينقذوا نفسهم. واول ما ينطوا بيكتشفوا ان الميه بعيد عن المنحدر مش زي ما كانوا متخيلين، وبينزلوا على الصخور اللي على المنحدر، لكن لحسن حظهم محدش بينصاب اصابه خطيره. وبيعتقدوا انهم خلاص هربوا من الخطر، لكنهم بينصدموا اول ما يعرفوا انهم نزلوا لعش السحالي، وبيتقرب منهم كل السحالي من كل مكان، وبيبقى مفيش مفر للهرب. ولحسن حظهم بيحصل رعد في السماء، وصام بيقول لهم لازم يستغلوا الفرصه ويهربوا، والسحالي مش سامعين خطوات رجليهم، وفعلا بيهربوا بسرعه من المكان. وبيشوفوا في الطريق جزيره بعيده جدا، وصام بيقول لهم ان ده احسن مكان يستخبوا فيه. وهم بيجروا بيطلع عليهم مجموعه سحالي تانية، وحظهم ان الرعد بيقف والسحالي بتبدا تهجم عليهم تاني.
وبتضطر شيرلي انها تلهي السحالي وتهجم عليهم عشان الباقي يهرب، وبتجري منهم وبتوصل لحافه المنحدر وبتستخبى تحت الحافه، والسحالي بتجري وراها وبيبداوا يقعوا كلهم من فوق المنحدر بسبب نظرهم الضعيف. وباقي الفريق بيكون بيحاول يهرب على الجزيره، لكن السحالي بتبقى مش عايزه تسيبهم في حالهم، وبيشوفوا جذع شجره كبيره وبيوصل للجزيره، فبيبداوا يطلعوا عليه وبتجري وراهم السحالي على الجذع، واللي بيبقى مش مستحمل وزن السحالي وهيكسره. وبي بيقول لباقي الفريق يكملوا طريقهم هم وهو هيكسر الجذع عشان السحالي ما تروحش وراهم، وفعلا بيعمل كده وهو بيحاول يحصل زمايله في اخر لحظه، وكل السحالي بتقع فوق بعض، وبيبصوا وراهم للجزيره واللي بتكون جميله جدا، وبينصدموا لما يعرفوا انها طايره في الهواء وما كانتش باينه بسبب السحاب. وبيقرروا يستريحوا الليله عشان يكملوا طريقهم تاني يوم الصبح بعد اليوم الطويل ده، وكلهم بياخدوا غطس في الميه ما عدا جي وصن. وصن بيقول له ليه ما يرجعوش بيوتهم ويتقبلوا مصيرهم واللعنه ويعيشوا الايام اللي مكتوبه لهم في سعاده احسن ما يتعرضوا للخطر وممكن يموتوا وهم بيحاولوا يوصلوا للحجر. لكن بي بيقول له انه لا يمكن يستسلم، وانه لازم يتمسك بالامل ولو بسيط عشان يعيشوا حياه طبيعيه مره تانيه. وبعد ما بيريحوا ليله بتصحى المجموعه تاني يوم وبيستعدوا عشان يكملوا رحلتهم، وبيمشوا في حقل من الزهور الجميله جدا، ولكن بعدها بيدخلوا اماكن اكتر ظلام ومرعبه جدا وكلها توابيت واموات ملهاش حصر. وفجاه بيظهر وراهم مخلوق مخيف جدا عباره عن سرطان بحر ضخم، وبيقرب منهم، وصام بيقول لهم ان السرطان مش بيحس باي الم لان ما عندوش جهاز عصبي، ولو اتجرح ونزل الميه هيعالج نفسه تاني، عشان كده لازم يخلصوا عليه بسرعه بره الميه. وبيبداوا الهجوم عليه كلهم مره واحده، لكن الوحش بيبقى محصن جدا ومفيش حاجه بتاثر فيه، وبيحاولوا يكتفوه ويمنعوا حركته والباقي يقضي عليه لكن من غير فايده. وبيركز الوحش على لينج وبيحاول يهجم عليها، لكنها بتحاول تهرب منه وبتطلع فوق التوابيت اللي على الحيطه، لكنها بتقع لما التابوت بينكسر، ولحسن حظها ان كي بيوصل في اخر لحظه وبيلحقها، والوحش بيهجم عليهم هما الاثنين وبيضربهم وبيطيرهم بعيد. وباقي الفريق بيحاول انه يشتت الوحش عشان يبعدوه عن اصحابهم اللي على الارض، وبيقدروا انهم يعملوا فخ بالحبل وبيزرعوا قنابل عشان اول ما تنفجر تقع كل العمدان على الوحش وبينصاب. فبيحاول يرجع للميه تاني عشان يعالج نفسه، لكن بي بينط وراه عشان يستغل انه مصاب ويحاول يخلص عليه في الميه، وبيجيله فكره انه يجرح نفسه والدم بينتشر في الميه كلها عشان يجذب السمك المتوحش ناحيه الوحش، وفعلا بيتلم عليه السمك وبيخلصوا على الوحش. وفي اللحظه الاخيره زمايله بيطلعوه بالحبل عشان يطلع عايش، ولينجي وهي ماشيه ناحيتهم بتقع على الارض، ولما بيروحوا عليها بيكتشفوا انها اتصابت بجروح كتيره جدا من الوحش، وبتقول لكي ما يزعلش عليها ويكمل طريقه عشان يتخلص من اللعنه ويرجع يعيش حياه طبيعيه تاني، وهو بيبقى زعلان عليها جدا. وبيحطوا جثه لينج في تابوت من التوابيت وبيودعوها هم زعلانين عليها جدا. والبروفيسور سان بيقول لهم مش كفايه كده، بدل ما الكل يموت قبل ما توصلوا للحجر، وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا ويعيشوا الايام اللي فاضله لهم في سعاده احسن ما يموتوا. لكن بي بيرفض وبيقول لهم انهم لازم يكملوا طريقهم والا لينج هتكون ماتت بدون فايده، وباقي الفريق بيوافق على كلام بي، اما سان بيقرر انه ما يكملش معاهم وبيودعهم وهو حزين على قرارهم. وبيكمل المجموعه الطريق وبيطلعوا على التوابيت عشان يوصلوا لاعلى الجبل، وبيلاقوا نفسهم جوه حديقه جميله جدا والسحاب بيبقى مغطي المبنى من فوق، وبيدخلوا لمركز الجبل وبيوصلوا اخيرا لتمثال ضخم واللي بيبقى ماسك كرة التنين اللي طلعت عينيهم. لكن فرحتهم مش بتكمل لما بيسمعوا صوت غريب جاي من تحت والتوابيت كلها بتتدمر، وبيظهر وحش كبير من العقارب بيحاصرهم كلهم وبيحاوطهم من كل مكان، وبيبقى مفيش مفر للهرب، والفريق بيحاول انه يدافع عن نفسه بالاسلحه اللي معاهم، لكن العقارب بتبقى سريعه جدا وبيحاولوا يقاوموا بعد ما وصلوا لهدفهم اخيرا. وبيقولوا لبي يكمل طريقه للحجر وهم هيشتتوا العقارب، وفعلا بيوصل للتمثال وبياخد الحجر اخيرا، لكنه بيلاحظ ان الارض بدات تهتز بطريقه غريبه وهم مش فاهمين، والاجراس بتبدا ترن والعقارب بتخاف من الصوت وبتبدا انها تهرب من المكان، والغيوم بتزيد فجاه والشمس بتختفي من السماء، وبيطلع من تحت الارض تعبان ضخم جدا ومرعب، وبي بيقول لهم يهربوا بسرعه، لكن التعبان رغم ضخامته بيبقى سريع جدا وبيلحقهم وبيبقوا مش عارفين يهربوا، وكل ما يروحوا مكان بيروح وراهم وبيدمر كل اللي في طريقه، وبيهجم عليهم فبيقع بيه على الارض، وبتقع منه العلبه اللي معاه اللي فيها ملكه الحشرات، فبتنكسر والريحه بتوصل فورا لباقي الحشرات وبتروح ناحيتها فورا بعد ما شموا ريحه الملكه بتاعتهم. وبي بيجيله فكره جهنميه وهي انه يمسك العلبه اللي فيها الملكه ويجري على التعبان عشان حشرات النار تحرقه، لكن التعبان بيهجم عليه وبيمنعه، وبتقع العلبه اللي معاه وبتتكسر وبتطلع منها الملكه وبتبدا تبعد، واملهم الاخير بيروح قدامهم. لكن في اللحظه الاخيره بيظهر صن واللي قرر يرجع لفريقه وما يتخلاش عنهم، وبيمسك الملكه وبياخد الملكه في ايده وبيجري ناحيه التعبان وباقي الحشرات كلها وراه، وبيخلي التعبان يبلعه عشان باقي الحشرات كلها تدخل بق التعبان ورا الملكه بتاعتهم. والخطه فعلا بتنجح والتعبان بيولع من كل مكان في جسمه، وبيبدا يجري مذعور في كل مكان وبيدمر معاه كل حاجه تقابله، والارض كلها بتهتز، والفريق بيحاول يهرب في اخر لحظه قبل ما الجبل كله يتدمر عليهم، وبينطوا في اخر لحظه في الميه وبينجحوا فعلا انهم يهربوا اخيرا، وبيرجعوا بعد ما بينجحوا في المهمه، لكنهم بيكونوا خسروا 2 من اصحابهم،
وبي بيجمع العظم السماوي مع كرة التنين، فبتبدأ الكرة انها تطير في الهواء، والعظم السماوي بيبدأ ينور بشكل غريب، وبينصدموا لما يعرفوا ان اللعنة ما راحتش من على جسمهم. لكنهم بيكتشفوا ان الحجر بيدلهم على مكان جديد، واللي هيكون فيه الغاز وعناصر جديدة هتساعدهم انهم يتخلصوا من اللعنة. مكان جديد ومغامرة جديدة محدش يعرف عنها حاجة. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل الافلام الجديدة، والسلام.